بصلي وبصوم وبحج وبزكي وبس، وبشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لا اكتر ولا اقل. بس انا شايف الحقيقة ان الرأس البلدي بطريقته الحالية هو نوع من انواع الانحلال، لانه قائم على التعريفة تكون الراقصة متحللة من اكثر قدر ممكن او من اكبر قدر ممكن من الملابس، واستغفر الله العظيم زي ما انتم شايفين. يعني هو ده الرأس؟ هو ده الفن؟ ما اعتقدش. الفن القائم على الإثارة وعلى استثارة الغرائز وعلى الشهوة الجنسية ده حرام، ده ملوش علاقة بالفن. الفن الشعبي اللي هو الرقص والاستعراض الشعبي اللي هو زي كانت فرقة رضا والفنون الشعبية وشكشك مرزوق وتعالي جنبي وبتاع، انا بحب الحاجات دي جدا جدا، لان الستات اللي فيها مش متعريات، ما بيكشفوش جسمهم، بيبقوا لابسين جلابيه طويله او حاجه فضفاضه، وبيبقى بس الفكره انه ازاي نعبر عن المزيكا بايقاعات جسديه كويسه. ما يعني طبعا المفتيين هم اللي يفتوا في الحلال والحرام، بس انا ما بشوفش ان ده اثاره للجنس، وانا بتفرج عليه ما بحسش بالاستثاره او ما بحسش بالخجل ان ولادي او بناتي او مراتي يتفرجوا عليه. لكن لما نروح كباريه ونشوف الراقصات وهم متعريات وصدرهم كله طالع بره ورجليهم كلها طالعه بره واشارات وايحاءات وغمزات وقذرات، لا ده مش فن. واوعى حد يقول لي بقى ان ده فن، مع كامل احترامي، هذا ليس فن، هذا تعري واستثاره للغريزه الجنسيه. نقف قدام ده ولا نروح نلغي الباليه المائي في نادي الشمس؟ ارجوكم انتبهوا، احنا عندنا خلط شديد في الامور، وعندنا فوضى في كل شيء، فوضى في السياسة وفوضى في الدين وفوضى في الاخلاقيات وفوضى فينا كمواطنين.